السلام عليكم كل متابعين القناه، ازاي يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين اعلى كوبري محرم بيه. الحاره اللي احنا موجودين فيها هي الحاره اللي بتعمل حاليا. طبعا اللي ما عندوش فكره، كوبري محرم بيه مغلق من اتجاه البحر، اتجاه شارع الكورنيش، اتجاه شارع ابو قير، اتجاه شارع بورسعيد، اتجاه باب شرقي، من يوم السبت اللي فات 3/8 الى ان شاء الله السبت القادم 17/8 باذن الله. الحاره اللي على الشمال هي اللي مغلقه للقادم من القاهره وباقي المحافظات، زراعي او صحراوي او ساحلي. خلاص تم وضع طبقه الاسفلت وتم الاحلال والتجديد والاصلاحات بنسبه 90%. الاعمال انتهت. هو حاليا بيدهنوا الفيصل او الحاجز ما بين الحارتين. احنا موجودين في الحاره اتجاه القاهره الصحراوي والزراعي. الحاره احنا في خلفنا كده البحر، في خلفنا شارع ابو قير وشارع بورسعيد. على يمين الصورة الموقف الجديد ومحرم بيه، وعلى شمال الصورة الحضرة القبلية والبحرية والحضرة الجديدة والمطار. القادم من اسكندرية بنقول له خلي بالك لسه فاضل بعض الوقت لفتح الحارة. الحارة هي مقفولة من على الشمال. لو انت قادم بقى من القاهرة او باقي المحافظات كده، الحارة المعدات شغالين على قدم وساق، بسم الله ما شاء الله ربنا يقويهم. للعلم لو كل الشغل بهذه الطريقه، نتمنى كل الشغل يكون في اسكندريه بنفس الطريقه بتاعت الكوبري، مقاول محترم وجوده عاليه انصافا للحق. لو حضرتك قادم من خارج اسكندريه، من القاهره الصحراوي، القاهره الزراعي، وداخل كده من مدخل، احنا كده موجودين على اول مدخل اسكندريه الصحراوي. بس في البدايه ما تنسوش تعملوا لنا لايك من اسفل الفيديو بالاعجاب، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك في القناه يوصلكم كل جديد. احنا كده بدايه مدخل اسكندريه الصحراوي. على شمال الصوره كارفور، وعلى يمين الصوره الداون تاون القديم والحديقه الدوليه القديمه والترعه ومطار النزهه ونادي الصيد والطريق الدائري وابيس العشرة المطار. وعلى شمال الصوره طبعا المستشفى ومشروع سواري اللي كان طبعا كان مكانه الملاحه ومقلب القمامه والبحيره والهيش والبوص سبحان مغير الاحوال. وهنا كان على اليمين الداون تاون القديم وبقايا الحديقه الدوليه، حديقه اسكندريه الدوليه، وخلفهم بعد كده الترعه، ترعه اسكندريه، وبعد كده ارض مطار النزهه. موجودين مدخل اسكندريه الصحراوي. نصيحه للي داخل اسكندريه صحراوي او زراعي ساحلي او دولي وداخلين من هنا، قدامك اكتر من خيارات كتير. الخيار الاول تاخد يمين من اسفل صينيه محرم بيه، مش من كوبري محرم بيه، من اسفل صينيه محرم بيه يمين. طبعا المسجد ده كان زمان، او دي بقايا الحديقه الدوليه، طفطف بقى بتاع زمان وذكرياتنا جيل السبعينات والثمانينات. طبعا اللي على الشمال دي كلها سواري، مشروع اسمه سواري، مشروع سكني يتبع قطاع الاعمال، يتبع الحكومه. بسم الله ما شاء الله الشقق هنا بملايين. دي كلها كانت الحضانه اللي كانت خاصه بالمرور، مرور اسكندريه او مرور محرم بيه. دي كان مكان الحضانه، واصبحت زي ما انتم شايفين دلوقتي بسم الله ما شاء الله مشروع استثماري. المهم هتاخد يمين، اللي امامكم ده مش كوبري محرم بيه، دي صينيه محرم بيه. تاخد يمين لو اتجاهك عاوز تروح الشرق ابو قير، المعموره، المنتزه، توسن، تاخد يمين اتجاه الكوبري ابيس، الكوبري الزراعي، وتكمل على الشرق. او ممكن تاخد يمين ايضا وتدخل سموحه، من سموحه شارع ابو قير، شارع مصطفى كامل، وتطلع شارع المشير على البحر لو اتجاهك رشدي، جليم، سيد باشا. لكن لو اتجاهك الوسط او الغرب، هتيجي هنا بدل ما تطلع بقى الكوبري مقفول كده امامك اهو كوبري محرم بيه، خلفنا صينيه محرم بيه، على يميننا شركه الصابون والزيوت، وعلى الشمال الموقف اهو الكوبري مقفول من يوم السبت اللي فات 3/8. هتنزل من تحت من اسفل الكوبري، هيكون على يمينك منطقه الدريسه والحضره الجديده، وهيكون على شمالك منطقه محرم بيه من اسفل الكوبري. وهتاخد الدوران، هتعدي كمان شريط القطر بتاع محرم بيه القادم من ابيس، القطر الصحراوي او قطر مطروح او قطر السلوم. تمام، احنا كده اتجاه المحموديه، ترعه المحموديه القديمه او محور المحموديه الجديد. احنا كده اسفل كوبري محرم بيه اللي هو مغلق من فوق اتجاه البحر. هناخد اليوتيرن ده اللفه دي كده، تمام. هيبقى كده احنا اتجاه الحضره البحريه، واتجاه المطار، واتجاه سموحه، واتجاه عزبه حجر النوتيه وعزبه حجازي، والى ان نصل للسيوف. هيكون على يمين الصوره شركه الملح والصودا والدريسه، وهيكون على شمالنا غيط الصعيدي والحضره القبليه.
المبنى اللي على الشمال ده مبنى اثري، ده قصر محمد علي باشا، قصر سرايا نمرة 3. طبعا احنا كده اتجاه الحضرة الجديدة على اليمين، والحضرة القبلية على الشمال، وكالة الحضرة على الشمال. احنا كده اتجاه المطار، واتجاه سموحة، واتجاه حجر النواتية. هناخد اليوتيرن اللي هيقابلنا شمال، ونلف ونرجعوا تاني على اتجاه محرم بيه واتجاه غيط الصعيدي، علشان نوصلوا لنفق عبد المنعم رياض. اللي عاوز يطلع محرم بيه، واللي عاوز يطلع باب شرقي، واللي عاوز يطلع محطة مصر، اهو اليوتيرن من هنا. طبعا لو انصحكم لو انتوا بدري مثلا الساعه 6 7 8 ماشي، تعالوا لفوا اليوتيرن. بعد كده بتبقى في صعوبه بالغه، بيبقى في ازدحام كبير جدا جدا جدا، وبتبقى المسافه اللي هتاخدها من اول كوبري محرم بيه لهنا بتاخد منك على الاقل نص ساعه او ساعه الا تلت، والله اعلم حسب تيسير الحال. كده احنا بقينا على شمالنا منطقه الحضره الجديده، وعلى يمنا الحضره القبليه، وبعد كده القطر القديم، وبعد كده الحضره البحريه، وبعد كده شارع ابو قير، وبعد كده شارع بورسعيد، وبعد كده البحر. ده كده اتجاه محرم بيه، اتجاه غيط الصعيدي، اتجاه غيط العنب، اتجاه كرموز، اتجاه الورديان، كوبري عشري، الى ان تطلع للغرب بقى الماكس. النخل ده نخل ملوكي اثري، دي طبعا دي عزبة توسن او منطقة توسن، زيها زي منطقة توسن اللي في ابو قير، تخص املاك الامير عمر توسن امير اسكندرية حفيد محمد علي باشا. والقصر او السرايا اللي على يمين الصورة اللي هي حاليا مخزن للكتب كانت سرايا نمرة 3 تخص عائلة محمد علي باشا. منطقة الحضرة على اليمين، ومنطقة محرم بيه على اليمين، وداخلين على منطقة غيط الصعيدي ما بين الحضرة وما بين محرم بيه. امامنا كوبري محرم بيه، وامامنا على الشمال حي محرم باشا، وسيدي ابو الاخلاص كان موجود خلف العماير، وبعد كده غيط العنب وكرموز وكفر عشري والورديان. اللي على اليمين ده شارع ترعة الفرخة البطيء. وبعد كده احنا خلاص كده اهو كوبري محرم بيه امامنا. الحاره اللي شغاله القادم من البحر، القادم من شارع ابو قير وشارع بورسعيد، القادم من الخلف، القادمون من الخلف. عربيات المقاول والمشروع شغالين على قدم وساق فوق الكوبري في الحاره، اللي هيتم افتتاحها ان شاء الله غالبا لا يوم السبت بالليل لا يوم الاحد باذن الله الصبح. ناخده يمين من عند شركه السجاير، من عند شركه كوتوريلا، يمين اهو سوق السمك، شركه السجاير على اليمين، ومحرم بيه على الشمال، شارع محرم بيه على الشمال والرصافه وامير. ماشي احنا كده. وسوق غيط الصعيدي على اليمين، خلف السور ده في سوق غيط الصعيدي. الحاره اللي هي مقفوله على الشمال امير البحر، شارع امير البحر على الشمال، المأمونة على الشمال، الرصافه على الشمال. يمين بقى تدخل الحضره كده، طول تدخل الحضره. احنا ما زلنا في الطريق البديل. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك ليصلكم كل جديد على اسكندريه. احنا كده وصلنا لنهايه الشارع البديل. هتاخد بقى شمال، خلاص شمال، يبقى كده الشارع البديل انتهى، والحاره المقفوله هي على الشمال، والمعدات الاسفلت والرصف وكله موجود على الشمال. ده كوبري قناه السويس. احنا كده اعلى ترعه الفرخه القديمه، او احنا موجودين على شارع قناه السويس. على الشمال بقى شارع المأمون وسلم المأمون وامير البحر، وعلى اليمين الحضره ونريمان والسجن القديم وعزبه اهلنا النوبيين المحترمين، او عزبه البربره، او عزبه الفرخه. كل دي مسميات للاماكن او الاماكن السكنيه يمين. حكايه اتجاه نفق عبد المنعم رياض، اشهر الانفاق واطولها الموجوده في اسكندريه. طبعا في البدايه ده كوبري شايل القطر كده، على الشمال محطه مصر، وعلى اليمين سيدي جابر والحضره. ده الكوبري اللي شايل القطر او القطارات. ده كده اتجاه على اليمين بابور الميه، وعلى الشمال شارع باترس لمومبا ومستشفى الرمد واكاديميه السادات ومحطه مصر والنفق ابو عين واحده. نادي الاولمبي على اليمين، ميدان احمد زويل على اليمين، او ميدان بابور الميه على اليمين، الشلالات على الشمال. لو طالع محطه مصر باب شرق خد يمين، تطلع على شارع ابو قير وشارع فؤاد من فوق. كده داخلين نفق
عبد المنعم رياض، الشهيد البطل عبد المنعم رياض رحمه الله، اتجاه البحر، اتجاه ترماي، اتجاه شارع بورسعيد، اتجاه شارع الجيش، اتجاه شاطئ الشاطبي. هيكون على الشمال جناين الشلالات، هيكون على اليمين مدافن السبع ملل، وهيكون على الشمال ايضا مدرسة محمد علي الأثرية وملاجئ اليونان. وكده خلاص البحر أمامنا. أشوفكم على خير، ما تنسوش تدعمونا باللايك من أسفل الفيديو.